اخواتي واصحابي عاملين ايه؟ وحشوني جدا 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 جدا. النهارده بتكلم في موضوع مهم، بس اتفرج الفيديو للاخر. ماشي، عشان انا هتكلم في كذا موضوع، وعايز اخد رايكم في الكومنتات، تقولوا لي ايه رايكم، او اعمل ايه، او يعني يحصل ايه او كده. تمام. اخواتي واصحابي وحشوني جدا، وانا بقالي كتير جدا ما نزلتش فيديوهات، او ما نزلتش فيديو ليه انا وانا بتكلم. بس صدقوني غصب عني، وكنت في ظروف صعبة جدا، وتعبان شوية. بعديها عامل حادثة، وبعد ما عملت حادثة خفيت، قعدت حوالي كام، 3 شهور ونص، 4 شهور كده تعبان. قعدت مثلا حوالي 75 يوم، 78 يوم في المستشفى، خياطة هنا في بطني، متخيط هنا، وحاجات كده كتيرة أوي، وكمادات بقى في رجلي وفي إيدي وفي ظهري، وتعوير وخياطة هنا. يعني بس كنت متبهدل من الآخر بسبب الحادثة عملتها بالمكنة. خفيت، يعني قمت جالي دور برد بسخونية. ربنا يبعد لأي حد من اخواتي وصحابي أي مرض. أنا عندي الضغط والسكر، مع دور البرد اللي جالي دوت خرب الدنيا، مع السكر مع الضغط مع الدنيا دي. المهم خلينا إيه بقى، نخش في الموضوع. أصحابي وإخواتي، بصوا، اللي أنا بتكلم فيه، تمام، اللي هو إيه، محدش يعني، ولا تقول أخ ولا أخت ولا أب. يعني الأب والأم دول أهم حاجة بعد الأب والأم. يعني بص، بعد الأب والأم، بعد الاتنين دول مفيش حد تاني، مفيش إلا دراع، مفيش إلا دماغك، مفيش إلا قلبك، يعني ما حدش هيعمل لك حاجة. ليه بقول كده؟ هقول لكم أنا ليه. أنا يعني لسه بقول لكم، أنا حصلت لي حادثة واتخيطت ودخلت المستشفى وتعبت والكلام ده كله. ساعة الحادثة إخواتي عرفوا إن أنا عملت حادثة ومتخيط والحوار ده كله. محدش رفع عليا التليفون قال لي أنت عامل إيه. محدش خبط على باب شقتي، يعني باب شقتي أهو، محدش خبط على باب شقتي، وإحنا في بيت واحد. إحنا إخوات في بيت واحد. أنت في بيت واحد، يعني مفيش حد غريب، أو مفيش يعني مش ناس بعيدة. تمام. يعني مثلا أخويا في الشقة اللي قصادي، أختي في الشقة اللي فوقيه، أختي التانية في الشقة التانية. يعني بصوا، يعني في بيت واحد، مفيش يعني نازل طالع. المفروض نازل وطالع عليا، يعني أنا اللي تحت، أنا في الدور، أنا يعني أنتوا بتطلعوا تنزلوا. محدش خبط على باب شقتي عامل إيه، ولا إيه أخبارك، ولا أنت مالك، ولا في إيه، ولا عايش ولا ميت، ولا الكلام ده كله. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى، ساعة ما قلت لكم أنا جالي دور برد، ومع السكر والضغط وخرب الدنيا بسبب دور البرد دوت، عشان ما ينفعش اخد اي علاج واي حقن والكلام ده كله. دخلت المستشفى، والرعاية، يعني بص، دخلت الرعاية. تمام. دخلت الرعاية دي 3 مرات، 3 أيام ولا إيه؟ معلش، أنا آسف. 3 أيام دخلت المستشفى. تمام. آه ساعة ما تعبت قوي واتصلت، يعني عايز حد يوديني المستشفى. تمام. اتصلت بناس صحابي، قالوا ازيك، عامل ايه، اخبارك، مال صوتك عامل كده ليه، انا تعبان قوي وعايز حد يوديني. قال لي انا هقفل واجيلك، هنقفل ونجيلك. المهم جولي، ودوني المستشفى وقعدوا معايا. تمام. واحد من صاحبنا، مع جوز اختي، يعني جوز اختي شغال كهربائي زي ما انا شغال كهربائي يعني. المهم اتصل بي، يا سيد عامل ايه ومش عامل ايه ومش عارف ايه.
عايزك في الشغل بكرة. قال له مش فاضي بكرة. قال له ليه وراك ايه؟ قال له عشان قاعد مع جمال. قال له جمال مين؟ قال له جمال مين ايه يا ابن ابو ناس؟ قال له ليه؟ اصل جمال تعبان قوي ومن امبارح في الرعاية وهيقعد له بكرة. حلو كده، يعني انت عرفت كده مين تعبان. انا تعبان وفي المستشفى من امبارح في الرعاية وقاعد لبكرة، يعني انا بقالي 3 ايام. المهم، حتى تليفون ما اتصل، حتى يعني يخبط على شقة ولا أخت تخبط، مفيش. روماني ده يبقى جوز أختي يعني. المهم، روح أيام تعالى أيام بعدها بشهر ونص، شهرين، تمام. جت أختي بتخبط عليا، أختي اللي مش مرات روماني، لأ التانية. بتخبط عليا، ماشي. عامل إيه وإيه أخبارك، مش عارف إيه. قلت لها الحمد لله ومش عارف إيه. معلش هات لي بطاقة التومين. يعني هي بتخبط، أنت معايا، هي بتخبط عليا مش عشان تطمن عليا، لا، هي عايزة تطمن وانت كده ايش. طب تمام، حاضر. أصل مالك عامل كده ليه؟ قلت له الحمد لله يا بنت، كنت تعبان شوية والحمد لله نشكر ربنا. ده الكلام ده من شهرين. قلت له ما أنا عرفت لما كنت محجوز في الرعاية و... قعدت 3 أيام إذا أنت عرفت، هو أنت عارفة أو أنت يعني كنت عارفة أو عرفت وما سألتيش؟ قلت له أصل الظروف، يعني انت عارفه اللي انا كنت تعبانه في الرعايه. قلت له اصل منجز اختك قال لاختك واختك قالت لي، يعني انتوا عرفت ان انا تعبان ومحجوز في الرعايه ومحدش سأل. ده ينفع يبقى هم اخوات او كده؟ سيبك من الكلام ده خالص، تمام. قلت اشوف بنت الحلال واتجوزها، تمام. عشان خلي بالكم اللي جاي تقيل، تقيل قوي من الاخوات. المهم، قلت اشوف بنت الحلال اتجوز، عشان يعني انا سني 38 سنة، مش صغير. عايز ايه؟ يعني اتجوز والم نفسي بقى واشوف عيل يجيلي كده، هو اللي هستند عليه لما اكبر والكلام ده كله. المهم، قلت لهم ايه ده هتتجوز دلوقتي؟ صدقوني بنفس الطريقة كده، بنفس الكلام، بنفس يعني الحركات، بنفس كله. ايه ده؟ هو انت هتتجوز؟ اه اتجوز، فيها حاجة دي لما اتجوز؟ سنك ده وهتتجوز؟ يعني ما اتجوزتش ليه من زمان؟ قلت طب النصيب ما فيش نصيب، بس خلاص. او انا مثلا ما كنتش مثلا بسأل على الجواز والكلام ده كله. كانت امي الله يرحمها عايشة وابويا الله يرحمهم. آه عادي بلاقي حد في البيت، بنسلي بعض، بنكلم بعض، بناكل مع بعض، بنشرب مع بعض، بنلعب مع بعض، يعني بنعمل كل حاجة مع بعض. طب دلوقتي أبوك الله يرحمه مات، ماشي، وبقينا أنا قاعد أنا وأمي لوحدي، واخدين بحس بعض. أمي اتوفت الله يرحمها. طب أعمل إيه؟ خلاص. اللي كانت قاعدة معايا بتسليني وبناكل أكل مع بعض وتشجعني يعني مثلا على الشغل، على الأكل، أقوم أعمل على الغسيل، على المسعى، نتسلى نلعب مع بعض، على الهزار، على الضحك، على التلفزيون، على خلاص راح. وانا لوحدي دي، انا يعني امك الله يرحمها بقالها سنه متوفيه. انا مش قادر، مش يعني مش قادر الواحد يقعد لوحده، تمام. خلي بالكم صح، ساعة ما والدتي توفت قبلها بشهر، تعبت جدا 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 فوق ما تتخيلوا. انا كنت مسافر، يعني انا ساعتها كنت مسافر فسحة مصيف مع أصحابي، تمام.
قلت لأمي يما استاذنك اروح اتفسح مع اصحابي يوم وارجع، هتسيبني لوحدي؟ طب كل واحده، طب معلش يما مش عارف ايه. قلت لي انا هتروح؟ قلت لها طب اللي انت عايزاه ايه؟ عايزه انا اقعد؟ هقعد يما. عايزه انا أروح؟ هروح. اللي انت عايزاه انا هعمله. عايزه ايه؟ قلت لا روح يا حبيبي وربنا ييسر الطريق وربنا يرضيك وربنا يسهل لك وتروح وتيجي بالسلامة. روح غير جو يا حبيبي. المهم أنا مشيت يوم الأحد الصبح الساعة 6 الصبح، طلعنا على اسكندرية. على الساعة 3 العصر لقيت التليفون بتاعي بيرن. المهم حد قاعد في المكان اللي احنا سايبين الشنط وتليفوناتنا وفلوسنا والكلام ده كله. حد قاعد نادى عليا يا جمال يا جمال، واحد من صاحبي. قال لي تليفونك عمال يرن، عمال يرن. مين يعني؟ انا طالع من الميه طبعا، ايه يعني كلها ميه ووش ميه وشرب، يعني اللي هو انا مش شايف لسه الميه. مين يعني يا رامي اللي بيتكلم ولا مين اللي بيرن؟ بيقول لي عماد اخويا. عماد اخويا؟ هو ايه اللي حصل عشان عماد يتصل؟ ده عمره ما بيتصل. المهم قلت له طب افتح التليفون وحطه له على ودني كده، حطيته كده وبتكلم. يا عماد، لقيت مرات عماد اللي هي مرات اخويا. خير ما تقولش. قالت لي انت فين؟ قلت لها مسافر اسكندريه طب امك تعبانه قوي وهي عايزه تروح المستشفى. طب ودوها المستشفى وانا يعني انا في سفر، انا في اسكندريه، انا مش في الشارع اللي وراكم. قالت لي طب يعني احنا لما نوديها عماد، عماد اخوك بيقول لك لما نوديها لو عايزه فلوس ولا عايز حاجه مين اللي هيصرف عليها؟ طب ما ابنها. لا هو بيقول لك ماليش دعوه مش هصرف عليها، هي قاعده عندك في شقتك مش قاعده عندك. طب يعني انت عايز ايه؟ بنفس كده. طب انت عايز ايه؟ قالت لي عايزين فلوس. طب خلاص، ودوها المستشفى واصرفها اللي هي عايزاه، يعني من جنيه لمليون جنيه لمية ألف جنيه اللي هي عايزاها يتصرف ويتعمل لحد ما اجي من السفر. طيب ماشي. خلاص قلت ايه هما يحلوا. يلا يا جدعان مش عارف ايه عشان والدي. طب طب ما اخوك راح، طب مش عارف ايه. بعدها بساعتين، كانت حوالي الساعة 5:30 6 حاجة زي كده، اتصل بيا تاني. امك عايزة تعمل تحاليل ومش عارف ايه قلت له طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا دلوقتي في سفر. تمام. اجي لك ازاي؟ انا مش في الشارع اللي وراه. قال لي يعني اعمل ايه طيب؟ وانا عايز اكل وعايز اشرب ومش عارف ايه. قلت له يعني انت عايز يعني؟ قال لي يعني اكلي. بص بقى، اكلي وشربي واكل مراتي والشرب عليه. قلت له يا باشا اصرف اللي انت عايزه عشان امك، او عشان امك، اصرف اللي انت عايزه. تمام كده. المهم يلا يا جدعان عشان بجد مش هينفع وفي ظروف في مش عارف ايه. المهم بنلف احنا مش عارفين موقف الميكروباص فين بتاع القاهرة. لسه قال لي يلا خش قدام خش قدام. خش قدام دي احنا بنمشي يعني قريبة هنا قريبة ما فيش 10 دقايق مشي، ما فيش 5 دقايق مشي، ما فيش. المهم خدناها مشي في قد ايه بقى؟ مسافة طويلة جدا من آخر اسكندرية لأول اسكندرية واحنا مش فاهمين. قدام شوية قدام شوية. مشينا كام ساعة؟ حوالي 5 ساعات ونص أو 6 ساعات ونص مشي. بص بقى ماشي قد إيه؟ اللي هو الواحد خلاص روح. الساعة 12 دي بالليل جت وإحنا هناك ومش فاهمين حاجة ومش عارف إيه يعني. المهم ركبنا. المهم دخل سواق الميكروباص. بقول له إحنا هنقعد كتير. قال لما العربية اتحملت. قلت له هي العربية فيها كام نفر يا عم؟ قال له ساعتها رامي رد قال له يا باشا العربية فيها كام نفر؟ ناقصة كام نفر؟ قال له ناقص 6 نفر. قال له اطلع على إحنا هنديهم. قال له 6 نفار. قال له يا باشا اطلع وانا هديهم لك يا عم. احنا هنديهم لك احنا من بعض. الناس اللي في الميكروباص احنا مالناش دعوه مش عارف. قال له يا عم طب الراجل ده عنده ظروف، والدته تعبانه جدا
ودوه المستشفى ومحتاجينه، محتاجين محتاجينه هناك. الجيران راحوا ودوها، ما رضيش يقول اخوه. الجيران راحوا ودوه، ومحتاجة فلوس ومحتاجة حاجات عشان يوديه بأي طريقة، وعايز يسافر يمشي بأي طريقة. الناس لما عرفت كده، الناس الغريبة، قلت له يا اسطى احنا هنجمع مع بعض الستة الكل مالكش دعوة. قال له اتكل على الله وطير. قال له طبعا وقف، هنقف في ريست مش عارف ايه في الاستراحة. قال له ما تقفش في الاستراحة يا اسطى، هي كلها ساعتين نوصل هناك، ولو تقدر أقل من ساعتين نروح. طب يلا يلا، وخدنا بعدين ومشينا. المهم وصلت الساعة كام هنا؟ على كورنيش النيل، عند المظلات. وصلت كانت حوالي، كانت تلاتة وربع بالليل الفجر. طب أنا لو أنا بالوقت قدام المستشفى مع عبد الناصر اللي على الكورنيش، طب أنا هخش فين وإزاي اللي مع عبد الناصر دلوقتي؟ هما هيدخلوني؟ طب أقول لهم استقبال؟ طب إيه في إيه مالك ولا عايزين وجيب؟ طب أعرف هما في رقم كام، أوضة رقم كام، في الدور الكام، الكلام ده كله أنا مش عارف أي حاجة. أنا أروح أنام والصبح أروح له. المهم روحت الساعة 9 الصبح، اتصلت، يعني ما أنا مش عارف مين هناك. اتصلت بأختي اللي هي أم جرجس. انت فين؟ قالت لي أنا في البيت. في البيت؟ طب أنا طلعت، أنا مش فاهم حاجة. في البيت يا ماما؟ مش في البيت. فين أمي؟ قالت لها مع عماد ومكرولس قاعدين معايا. عماد ومكرولس ليه؟ هي بايتة في المستشفى؟ اه ده هتعمل غسيل كده. طب ده هي فين يعني موجودة بقى؟ قالت لها في الاستقبال، حاجزين في الاستقبال عشان مفيش مكان فوق في الرعاية، حاطينها تحت الملاحة. ازاي يا بنتي؟ يعني مستشفى معهد ناصر، معهد ناصر اللي على الكورنيش، معهد ناصر ما فيهاش رعاية. قلت لها مين اللي قالك ايه في معهد ناصر؟ ده هي في مستشفى رعاية. يا بنتي ده عمال تكلمني امبارح بالليل، كانت حوالي الساعة 6 7 لما كنت لسه في اسكندرية، وقال لي ده احنا في معهد ناصر وطالبين تحليل وغالية وأكل وشرب. قلت له اعمل اللي انت عايزه. قالت لا، احنا ما رحناش اساسا، ما عدناش الا على الكورنيش، احنا رحنا شبرا. طب المهم الله يرحمها، وواحد زي عمال اخويا ده، يعني قدام جوز اختي واختي، تمام، الشتم ب- يعني شتايم، الفاظ الشتايم بالاب والام، شتايم ما اقولكمش، وضرب وقلة أدب من غير حاجة ومن غير ما أعمل حاجة. المهم جوز اختي التاني اسمه اسحاق، بيقول له ماذا انا عايز افهم ايه اللي انت عملته؟ يقول له لا مفيش حاجه. قال له ازاي مفيش حاجه؟ يعني اللي انت عملته ده كله مفيش حاجه؟ يقول له مفيش حاجه. ده كلام ملوش لازمه. لما كده وكلام ملوش لازمه يعني لو ليه لازمه تعمل معايا ايه يتخيل. المهم سيبك من الكلام ده كله. المهم لما قلنا ايه نشوف بنت الحلال، ازاي مش عارف ايه طب انا راح اتقدم على بنت الحلال، بروح، يعني محدش هيجي معايا؟ لا اصل احنا مش فاضيين، مش فاضيين. طب سلام عليكم. حتى بعد ما مشيت ورحت واتقدمت وقلت للناس اللي أهل خطيبتي، هي والدتها متوفية، أبوها عايش، تمام. ساعتها معلش أنا بتوه كتير، نفسي أنام. الساعة دلوقتي، بصوا الساعة كام؟ شايفين الساعة ولا لأ؟ أهو الساعة أهي، عشان بس إيه، أهي أهي الساعة 6:10، 6:10 صباحا، تمام. النهاردة إيه؟ النهاردة الخميس، 6:10 صباحا. المهم والفيديو ده هينزل لكم يعني بعد ما أنا أخلص، بالكتير أوي 7 الصبح يكون نازل الفيديو ده، نازل على القناة.
ماشي. وزي ما انتوا عايزين تتفرجوا بقى، الصبح الليل صباح الخير مساء الخير زي ما انتوا هتتفرجوا. المهم رحت اتفقت مع الناس والكلام ده كله، الدنيا حلوة وخلاص. المهم نزلت صورة ليها على الواتس. ماشي. دي العروسة القادمة ودي حبيبتي دي. إذا انتوا ما قلتلهاش ليه اللي انت رحت بدري؟ طب ما انا قلت لكم، قلت لي مش فاضيين، اعمل لكم ايه؟ المهم روحي تعالي. المهم المكنة اللي كانت معايا اللي انا عملت بيها حادثة قلت ابيعها. اختي اللي في البلد، تمام، قالت لي ايه، نشتريها بكام؟ ب25,000 جنيه. طب ها هي، المهم هنديك 17 ويبقى ليك 8. طب والتمانية عشان أنا ناوي أجيب مكنة تاني. الظروف والجوابات، وعندنا المفروض عندنا تنظير، عندنا عزومة في شهر 6 ومش عارفين نعمل ايه ومش عارفين نسوي ايه ومش عارفين استنى شهر 8. حاضر يا جدعان، غصب يا رب. حاضر. تمام. المهم جيت أجيب الدهب لخطيبتي، لقيت الدهب في 3 4 أيام غرف داهية. الجرام مثلا دخله في 1000 جنيه زيادة، الجرام الواحد. طب أنا متفق إن أنا أجيب 25 جرام. 25 جرام يعني ب25,000 جنيه، غير الضريبة اللي زادت، غير الحاجات اللي هي بتاعتها. المهم قلت أتصل بأختي اللي في البلد تبعت لي الفلوس اللي معاها أو أي فلوس، وأنا أستلف مبلغ من هنا ومبلغ من هنا ومبلغ من فلان ومن علان ومش عارف إيه والدنيا دي. المهم اتصلت بيه، ببعت يعني ببعت لهم فويس على الواتس وعلى الماسنجر. يوم اتنين فين، ردوا عليا بعدها بأسبوع. بعدها بأسبوع بيرد عليا، آه، ايه يا جمال ومش عارف ايه دي اللي هي، ايه يا جمال واعمل ايه ومش عارف ايه. الحمد لله. والله انت طلبت بس انت عارف الظروف وعارف الجوابات وعارف الكلام ده كان امتى، بس اهم حاجة الكلام ده كان يوم الخميس اللي فات، اللي زي النهارده. الخميس اللي فات اللي زي النهارده. المهم طب هتعملوا ايه؟ طب الدنيا مزنقة، أصل الدهب زاد، أصل مش عارف ايه والدنيا ورحت عشان استلف فلوس ورحت الدين، ورحت عشان اجيب يعني. قلت لواحد اديني 10,000 جنيه، قال لي عليهم فوائد. قلت له يا عم فوائد كام يعني؟ قال لي هديك 9,000 جنيه ب16 ب15,000 جنيه. قلت له لا خليهم عندك، فايدة حوالي 65%. قلت له بس خليهم عندك مش عايزهم، ما يلزمونيش. المهم أصل الظروف وأصل الجوابات، أمر يا رب. اللي أنا إيه، حاضر وسكت. تعالي بقى يا أيام، راح يا أيام يوم الأحد اللي فات بعدها بإيه. الكلام ده كان يوم الخميس بالليل الساعة 11 بالليل، يعني صباح الجمعة. أنت معايا؟ الجمعة عدى، السبت عدى، يوم الأحد اللي هو تالت يوم. أنت معايا؟ الجمعة عدت، السبت عدى، يوم الأحد جوز أختي اللي في نفس البيت بيقول لي أنت مش مسافر البلد ولا إيه النهاردة؟ أسافر البلد ليه؟ قال لي يا ابني فرح خطوبة ابن أختك بكرة. قلت له ابن أختي بكرة إزاي يا ابني؟ بيقولوا الدنيا والدين والدنيا. قال لا ده هم راحوا جابوا الدهب يوم الأربعاء. يعني بس أنا مكلمهم يوم الخميس وهم عارفين إن الدهب رفعوا، عارفين. جابوا الدهب يوم الأربعاء وتقدموا موافقين و... وبكرة هي اللي هو شم النسيم هيروح يقدم الخاتم في الصينية والكلام ده كله. ايه ده؟ طب ازاي يعني؟ هو بيقول هم بيقولوا معناش فلوس والدنيا مزنوقة والدنيا مش عارف ايه والدنيا ايه والدنيا ازاي؟ طب يا جدعان الدنيا كده وحشة تروحوا تجيبوا وتعملوا. انت تعرف عملوا ايه؟
قال له اه، ده راحوا جابوا 50 جرام ده. الجرام ال21 عامل 4850. يعني انتوا عارفين السعر، ورحتوا جبتوا جرام 50 جرام. وبيقول لي ده غير الخاتم اللي هيقدموه. 50 جرام غير الخاتم. طب يعني انتوا معاكم فلوس لنفسيكم وعايزين تفرحوا، وليه يعني مش عايزين يعني ليه؟ بفلوسي وحاجتي ومش عارفة اجيبها. يعني انا يوم الخميس لما كلمتك يا عفاف، كلمتك ليه يا اختي؟ لما كلمتك قلت لك انا معايا مشكلة مع حماية، عشان المفروض كنت جبت السبت اللي فات وما جبتش بسبب الدهب زاد، أجلت اليوم التلات وجي يوم التلات برضه. قلت له ما لسه، ما ربنا ما أردش، ومع الفلوس ما كملتش، وفي مشاكل بينهم ممكن، يعني بص ممكن نسيب بعض. ليه؟ بسبب الموضوع الدهب. وانت رديت عليا يوم الخميس قلت لها اصل الظروف والجوابات ومعيش ومفيش جنيه في البيت ودخلت عيد والدنيا خربانه ومش عارف. اه، وقفت قلت يلا مفيش نصيب. لو ما حصلش نصيب مع الناس دي يبقى خلاص، حصل نصيب يبقى نصيب. اسمع يوم لقيت تجيبوا إيه؟ يعني جبتوا الذهب، ويوم شم النسيم رايحين تديلها خاتم في الصينية ده عشان العيدية وعشان أول مرة. يعني ليكم انتوا حلو ولغيركم وحش. هو ده اللي أنا كنت بقول عليه، اللي انتوا كويسين واللي انتوا محترمين واللي انتوا يعني انت يعني احسن من اخوات اللي هنا اللي بتسألوا عليه ومش عارف ايه. بالوقت خلاص. انتوا معايا خلاص بقى. ما هو فلوسك مش يعني اللي هو مش هنديك فلوسك او عافية او ايه، هو ما اعرفش هما بيعملوا ايه. تمام. ويروحوا هما يجيبوا ويفرحوا والدنيا وعادي. انت لو سبت خطيبتك او كده يبقى مفيش نصيب. ربنا مش رايد ان انت تاخدها. طب يعني دي فلوسي وحاجتي وحقي، وانتوا بتعملوا معايا كده في حاجتي وليكم انتوا حلو. اتصل بيهم بقى. ماشي، بتصل بيهم من يوم الاقي من ساعة ما عرفت ان حد يعبرني. محدش عايز يعبرني هناك في البلد، ولا اختي ولا جوز اختي ولا عيال اختي ولا اي حد مخلوق خلق ربنا بيرد عليا. اخر ما زهقت بقى بعت على الواتس، يسمعوا ما يردوا. بعت لهم بقى امبارح اللي هو الاربع، بص يعني كام فويس على الواتس بقلة أدب وشتيمة ومسخرة. لو عندهم ده هيبعتوا الفلوس صدقوني. لو عندهم دم هيبعتوا الفلوس، لو ما عندهمش دم مش هيبعتوا الفلوس. وأنا هعرف يعني كلها كام ساعة، ولما يسمعوا الدنيا دي هيفهموا. يعني أنا معرفهم، أو اللي أنا بعته بسبب الدهب اللي أنا ما جبتوش. حصلت مشكلة مع حماية وسيبنا بعض. تمام. وانا واقع في مشكلة وكنت محبوس ومحتاج الفلوس وبستلف من اللي يسوى اللي ما يسواش، وبشحت وبستلف وانا يبقى ليا فلوس وانا الدنيا مخبطة، ما ينفعش بقى. بس ايه، بشتيمة بقى وقلة أدب بقى تو كتير كده، حاجات كده كتير. أشوف لو رد عليا النهاردة هنزل لكم فيديو برضه النهاردة وأقول لكم رد عليا قالوا ليه. ماشي. هسيبهم يومين. تمام. يسمعوا. ما ردوش هبعت لهم تاني. انتوا معايا؟ هبعت لهم تاني اللي هو ما يردوش. لو هما ما ردوش عليا هبعت تاني واتكلم تاني واغلط بقى في اكتر، فاكبر واكتر ويقولوا حوارات. ردوا عليا يبقى ده حلو. هنشوف هيردوا ولا مش هيردوا. ولو ردوا اقول لكم ردوا قالوا ايه. طب لو ما ردوش اقول لكم برضو ما ردوش وانا رديت وقلت ايه. تمام. اصحابي واخواتي، انا طولت عليكم الفيديو ده جدا، بس الايام الجايه هيبقى فيها فيديوهات جامده جدا. خليكم معانا وتابعونا.
ويعني دوسوا لايك واعملوا متابعة و ها ها مش هتاخد حاجة لما تدوس لايك، مش هتاخد حاجة. وانت بتتفرج على الفيديو كده، ماسك التليفون كده، دوس لايك. وانت بتتفرج على الفيديو كده، دوس متابعة، دوس على الجرس. ماشي، هيحمر، هيديك ألوان كتير أوي كده. هو لونه أبيض، هتدوس عليه يديك ألوان كتير. دوس عليه دوسة تاني، الجرس، هتلاقي كذا اختيار. الاختيار اللي هو الكل هتدوس عليه، يعني عشان لما ينزل فيديو جديد يجيلك أول واحد أنت على طول، ينزل لك على طول أول واحد. تمام. تمام. ده أول حاجة. الفيديو ده عامة هينزل على اليوتيوب بس، فقط لا غير. ولما تيجي يعني هقرا كل كومنت، يعني أي كومنت انتوا هتبعتوه أنا يعني أتواصل معاكم على الكومنتات. أو مثلا هاخد كام كومنت، مثلا هطلع فيديو ماشي في مثلا حد بيقول لي كذا كذا كذا، في حد بيقول لي كذا كذا، انا هعمل كذا كذا، ايه رايك كده؟ هناخد راي بعض ليها يعني، او إيه اللي انا بقوله؟ انتوا اخواتي وصحابي، لازم اخد رايكم وتقولوا لي ايه رايكم والدنيا دي. تمام. اقوم بقى في الفيديو بقى، عشان انتوا عارفين انا لوحدي، انا لوحدي تصوير واعاد واضاءه والدنيا دي كلها، والرسمة الحلوة دي والدنيا دي أنا اللي عاملها برضه. الرسمة اللي على الأرض دي أنا اللي عاملها برضه، أنا عامل كل حاجة. تمام. أروح إيه، أفصل التليفون، أروح أفصل التليفون عشان أنا صدعتكم وقرفتكم وكل حاجة وحشة. حلو كده، يلا باي، سلام، أشوف وشكم بخير. سلام يا صحابي وإخواتي.